السلام عليكم. امبارح كان تم شبه الموافقة النهائية من مجلس الشعب على مشروع قانون بشأن بعض حوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات اللي لا يتجاوز أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. كان الأول الكلام موجود على أن رقم الأعمال لا يتجاوز ال 15 مليون، وتم رفعه ل 20 مليون. بس احنا بنأكد على جزئية مهمة جدا لازم نبقى عارفينها، ان دوت الى الان يعتبر مشروع صحيح تم الموافقة عليه من مجلس الشعب، بس لسه ما ظهرش في شكل قانون نهائي وما اتمضاش عليه من رئيس الجمهورية الى الان. بمجرد الامضاء والقانون النهائي ان شاء الله هنتكلم عليه مع بعض باذن الله مرة تانية لما يكون القانون بشكل نهائي. بس الى الان هو مشروع قانون اللي موجود دلوقتي. فاحنا هنستعرض مع بعض القانون اللي موجود دلوقتي، او بمعنى اصح مشروع القانون، بحيث ان احنا نشوفه مع بعض. اول حاجة معانا وهتشوفوها على الشاشة دلوقتي اللي هو الفصل الاول، تعريفات واحكام عامة. في تطبيق أحكام القانون يقصد بالألفاظ التالية المعنى المبين. قريب منها: المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، اللي تتطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية، سواء كانت مسجلة ضريبيا في تاريخ العمل به أم غير مسجلة. رقم 2 اللي هي المصلحة يقصد بها اللي هي مصلحة الضرائب المصرية. ورقم 3 القانون الضريبي اللي هو قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة. وهنا ضاف الاثنين، الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة. فمهم جدا ان احنا نبقى عارفين الجزئية دي في القانون واحنا بنتكلم مع بعض، عشان هنا جمع القانونين وهو شغال. المادة التانية معانا اللي هو مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون الضريبي. رقم 1 بيكون تحديد أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون وفقا لأي من المعايير التالية. رقم 1 بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون، اللي هو آخر ربط ضريبي زي ما بنقول سواء بقى عن طريق رقم 2 اللي احنا شايفينها قدامنا، بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيا حتى تاريخ العمل بهذا القانون، او اخر ربط ضريبي اللي احنا بنتكلم عليها مذكره الفحص، وانه يكون فحص الشركه وتم وضع اخر ربط ضريبي ليها، فبيتم عن طريق المعايير دي. رقم 3 بيانات الاقرار اللي بيقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون. يعني لو انت ما سجلتش، القانون ده نزل وانت لسه ما كنتش قدمت الاقرار الضريبي، او الاقرار الضريبي بتعمله بيعتبر هو ربط الضريبي اللي بيتم على اساسه تحديد المشروعات بتاعتك، سواء مشروعات صغيرة او متوسطة او غيره. رقم 4 البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني. يعني ممكن برضه لو أنت ما جاش ميعاد الإقرار الضريبي بتاعك، عن طريق البيانات المتاحة في منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني. وقبل كده كنا فرقنا بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. هستأذن حضراتكم إن أنتوا ترجعوا لها بخصوص الجزئية ديت وتعرفوا الفرق بين الاتنين. ممكن عن طريق حجم الإيرادات اللي موجود أو حجم الفواتير اللي موجود في منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، بيتم معرفة حجم الشركة ديت إذا كانت صغيرة أو متوسطة أو غيرها. رقم 3 يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون: رقم 1 الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة 12 من هذا القانون في المواعيد القانونية. مهم جدا ان انت تقدم اقراراتك في المواعيد القانونية اللي احنا هنبص لها دلوقتي في المادة 12. رقم 2 الانضمام الى المنظومة الالكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الالكترونية او الايصال الالكتروني، طبقا لمراحل الالزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة واصدار الفواتير او الايصالات المقررة. يعني مهم جدا ان انت تكون ملتزم بتقديم الاقرارات الضريبيه بتاعتك، سواء اقرارات قيمه مضافه او اقرارات مرتبات او الاقرار ضريبه الدخل بنهايه العام. رقم 2 مهم جدا ان انت تكون مسجل في فاتوره الكترونيه ومنضم لمنظومه الالكترونيه، سواء انت كنت بتقدم فاتوره الكترونيه او ايصال الكتروني. الماده الرابعه معانا: لا تسري احكام هذا القانون على الحالات التاليه. رقم 1 أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم عملها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين. يعني أنت لو حضرتك مهني
وانت دلوقتي بتتعامل مع شخص او شخصين بس، ما بتخشش من ضمن احكام هذا القانون. انما لو انت بتتعامل مع اكتر من شخص فده كويس جدا. بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كان مخرج المهني من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فدي حاجة كويسة جدا في القانون دوت، ان هو بدأ يدخل الاستشارات المهنية والمهن الحرة في من ضمن الناس اللي ممكن تستفاد بالقانون دوت. رقم 2، المشروعات اللي بتقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وقع حق، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة. يعني العبء ده ما بيخضعش على الممول، لا ده على المصلحة، هي اللي تثبت إذا كان قام بهذا العمل ولا لا. ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم 1 من المادة، اللي هو أنشطة الاستشارات المهنية اللي احنا كنا اتكلمنا عليها. طيب، المادة الخامسة معانا: لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي 5 سنوات. يعني انت لو دخلت المشروع دوت، مش من حقك ان انت تخرج منه قبل ما يعدي منك 5 سنوات، تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة. المادة السادسة معانا: يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 بحسب الأحوال. الفصل الثاني معانا اللي هي الحوافز الضريبية، اللي هي أهم حاجة اللي احنا عايزين نتكلم عليها. المادة السابعة: تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون رقم 1 رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكمان هيعفى من ضريبة الدمغ ومن رسوم التوثيق والشهر العقاري والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات التأمينية والائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات اللي بتقدمها للحصول على تمويل. كما تعفى من الضريبة والرسوم مشار إليها كمان عقود تسجيل الأراضي لازمة لإقامة تلك النشاطات، معفية كمان من الضريبة. وكمان هيعفي الأرباح اللي هي في المادة الثامنة، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو المعدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح. يعني أنت دلوقتي لو تصرفت في أي أصل معاك، أنت معلكش ضريبة على الأرباح الرأسمالية نتيجة التصرف في الأصل الخاص بالمشروع بتاعك لو أنت منضم لهذا القانون. لو أنت مش منضم طبعا أنت خاضع لضريبة الأرباح الرأسمالية. المادة التاسعة معانا: لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل. المادة العاشرة معانا بقى، ودي مهمة جدا 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 ولازم نكون واخدين بالنا منها: تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون 4% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500,000. رقم 2: نص من 100% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500,000 جنيه ويقل عن 2,000,000 جنيه، يعني 2 مليون جنيه. 75% بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 2,000,000 جنيه ويقل عن 3 مليون جنيه. 1% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 3 مليون جنيه ويقل عن 15 مليون. 1.5 من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم عملها السنوي 15 مليون جنيه ولا يجاوز 20 مليون جنيه. طبعا كان في المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي هو قانون 152 كان آخر 1% لحد 10 مليون جنيه. هنا زود في المشروع القانون دوت وصل هنا لحد 20 مليون جنيه، فدي بالنسبة للقانون كويس جدا. وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع اللي هو 20 مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة 5 سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة فقط، يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام. لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم 5 من هذه المادة. فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققه خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع. يعني حضرتك لو تجاوزت رقم 20 مليون بنسبة 20% ولمرة واحدة بيستمر عادي،
انما لو تجاوزت اي حاجه، سواء ان انت تجاوزت 20% يعني بقيت 30 40 50%، وكمان تجاوزت اكتر من مره، فانت بتخرج بره المشروع ده خالص. طيب حتى لو انت ما بقالكش مده، لان هو هنا ما ذكرش المده اللي هو بيتكلم عليها. طبعا احنا هنستنى طبعا لما القانون يتم بشكل نهائي واللائحه التنفيذيه بتاعته، لان اللائحه التنفيذيه اكتر هتحدد الجزئيه الاجرائيه الخاصه بالجزء ده. الفصل الثالث عشر اللي هو التيسيرات الضريبيه، الماده ال11: لا تخضع المشروعات الخاضعه لاحكام هذا القانون نظام الخصم او دفعات المقدمه. وان هي كانت في الاقرارات في المشروعات الصغيره والمتوسطه كنا بنخصم عادي، والفرق بندفعه، او لو خصم المنبع ازيد من الرقم الخاص بالضريبه بنعمله كرصيد داين وبنرحله للسنين اللي بعد كده. اما في المشروع ده هو اعفى، ما باخد ما مش اعفى ما خضعش نظام خصم المنبع او الدفعات المقدمه. الماده ال 12: بيكون للمشروعات الخاضعه لاحكام هذا القانون نموذج مستقل للاقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري او الصناعي او المهني، بيصدر بتحديده قرار من وزير الماليه بناء على عرض رئيس المصلحه، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبيه الموحد المشار اليه. أما بالنسبة للإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، فيتم تقديمه عن كل 3 أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة، مقترنا بسداد الضريبة. بس هنا السؤال اللي عندنا: هل أنا بدفع كل شهر بس بقدم الإقرار كل 3 شهور، ولا ممكن إن أنا أقدم كل 3 شهور وأدفع مرة واحدة؟ مقترنا بسداد الضريبة ده واضح من هنا ان انا هدفع شهريا وهقدم الاقرار بس كل 3 شهور. وطبعا اللائحة التنفيذية هي اللي هتحدد الجزئية دي وهتقول لنا ايه اللي هيتم. ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لاحكام هذا القانون بالنسبة للضريبة الى المرتبات على المرتبات، وما في حكمها على تقديم اقرار الضريبة السنوي فقط المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، مقترنا بسداد الضريبة. يعني أنت حضرتك بتسدد الضريبة بتاعتك عادي خالص، بس كل اللي هتقدم إقرار الضريبة السنوية فقط، ومش هتقدم أي إقرار تاني. وبرضه اللائحة التنفيذية هي اللي هتأكد لنا الجزئية دي. ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي 5 سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة. بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما كانش بيتم الفحص خالص، وكان بيتم الفحص للسنين اللي بعد كده. يعني انت كنت بتاخد 5 سنوات وبعد مضي ال5 سنوات تبتدي بقى يتفحص. انما في المشروع دوت المقدم ان انت هتفحص ال5 سنوات كلهم بعد مضي ال5 سنوات. المادة ال 13: تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بقانون رقم 206 لسنة 2020. هنيجي بقى للجزئية اللي فصل وضع الأحكام الختامية. المادة ال 14 معانا: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به. المادة 15 ودي مهمة جدا جدا جدا: ألغى المواد رقم 27 و29 و31 والمواد 81 و85 و86 و87 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هنرجع هنا للمادة 85 و86 من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هنلاقي هنا في المادة 85 و86 كان محدد النسب اللي هو بنشتغل على أساسها للخاضع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهو كده ألغاها خالص وتقريبا خرج يعني مضمون المشروع من الجزئية بتاعته اللي هو خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وهنا يعني أغلب الحاجات اللي موجودة في القانون هو يعتبر نقلها للقانون الجديد اللي هيتم على أساسه اللي تم الموافقة عليه من مجلس الشعب. وألغى كمان الحوافز اللي هي بالنسبة ل90 و91 للمشروع القانون. احنا قلنا هنا في مشروع القانون خد 93 و94 و95 و96. ادي 93 اللي هي النسب بتاعتنا 93 و94 و95، فكل النسب دي كلها اتلغت بخصوص الجزئية ديت، فهو كده لغاها خالص. واغلب اغلب القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقريبا اتلغت المواد الرئيسية بتاعته اللي هي الخاصة بالنسب اللي احنا بنشتغل عليها.
المادة 16 معانا ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. احنا كده اتكلمنا عن مشروع القانون بطريقة سريعة يعني، لان هو في الاول وفي الاخر هو مشروع قانون لسه مفيش كلام نهائي عليه، لانه لسه الى الان ما طلعش برقم قانون وما اتمضاش عليه من رئيس الجمهورية. بس احنا قلنا نحب نعرف حضراتكم اول باول الجزئية الخاصة بيه عشان تبقوا متابعين معانا مشاريع القوانين ديت اول باول، وان شاء الله يكون القانون فيه افاده كبيره للساده الممولين. بس اعتقد ان كان في مشروع القانون الاولاني كان فيه الجزئيه الخاصه بيه ان هو بيلغي الغرامات على اللي بيقدم الاقرارات عن الفتره اللي فاتت. فمشروع القانون المقدم ده ما فيهوش الجزئيه ديت، لسه هنستنى القانون بشكل نهائي وعشان نعرف من خلاله. بس الكلام اللي بيتقال ان اغلب الغرامات الخاصه لحد 2022 هيتم الغائها يعني، لو انت مقدم الاقرارات بتاعتك ولو انت مسدد 100%. فده هنشوفه مع بعض، هل هو هيتضاف في القانون هنا ولا هينزل بتعليمات منفصلة لوحده من وزير المالية او رئيس مصلحة الضرائب. ده اللي هنتابعه مع بعض ان شاء الله في الايام الجاية.